عايزين نعمل كفتة بيتي وتكون طعمها حلو قوي وتشيلي منها في الفريزر كمان. تعالي واعرفي مني المقادير بالظبط وشوفي جمالها ولا طعمتها وشكلها وهي في الطاسة كده. تحفة تحفة، هتاكليها قبل ما شاء الله ما تحطيها في الصلصة. اهي مكونات ومقادير مظبوطة 100%. هاتي مقاديرك، بصي شكلها تحفة. هاتي مقاديرك كده وتعالي نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. عندي كيلو الا ربع من الرز، انا نقعاه ساعتين في المية وبعد كده صفيته وحطيته ينشف وضربته في المطحنة بتاعة الخلاط اللي هي بتاعة السكر، يعني طحنته خليته ناعم زي السكر زي ما انتوا شايفين كده، زي البودرة كده. نقعته ساعتين ونشفته وبعدين طحنته في مفرمة في الكبة بتاعة السكر في الخلاط. عندي كيلو الا ربع من الرز زي ما قلت لكم، وكيلو من اللحمة. واللحمه يا ريت لو انت جايباها بقى عشان تفرميها في الكبه في البيت افرميها عند الجزار الاول. يعني هاتي لحمه مفرومه من الجزار عشان المفرمه تلفها كويس. عندي 3 ربط من الخضار، شبت وكزبره وبقدونس، وعندي بصلتين كبار كبار، وعندي راس توم او 10-15 فص من التوم، وعندي قرنين فلفل شطه حراقين كده. تمام كده. وحطي حوالي نص كوبايه من الشعريه او المكرونه او لسان العصفور، حاجه من الثلاثه كده عشان تعمل ماده صمغيه وتخلي الكفته متماسكه في الزيت وفي الصلصه كمان، تبقى جميله وحلوه جدا ومتفكش منك. تعالي بقى احط لها احلى بهارات تخلي الكفته بتاعتك ريحتها جايه باخر الدنيا. نص معلقه من فلفل اسمر، ونص معلقه من الكمون، نص معلقه من توابل اللحمه، ونص معلقه من السبع بهارات، وكمان ابشري نص بلحه جوز الطيب عليها. خلاص كده. ونص معلقه من الملح. وتعالي بقى خدي من كل المكونات دي شويه شويه كده واضربي في الكبه بتاعتك يا ست الكل بالراحه. لو الكبه بتاعتك تقيله وما بتلفش زي عندي كده زودي ريحه ميه بريحه ميه، مش قادره اقولك يعني معلقه ميه بمعلقه ميه عشان المكونات دي كلها تلف كويس. وكل شويه بين وقت والتاني روحي كاشفه الغطا ونزلي كل الاطراف والجوانب زي ما انا ما بعمل كده عشان كلها تنفرم كويس. دي كفته بيتي مفيش اطعم ولا احلى من كده. خلاص خلصت كل الكميه اللي عندي زي ما انتوا شايفه كده اهوت. هطلعها ما شاء الله لقيتها جميله وحلوه جدا، بس هي عايزه تتماسك شويه. شلت الصينيه دي بحالها حطيتها في التلاجة مقدار نص ساعه او ساعه. تمام كده لحد ما تماسكت وبقت زي الفل. عندي بقى المقدار ده كبير عليا شويه فهشيل منها كيس في التلاجة في الفريزر. هتعبي الكيس وافرديه كويس جدا كده علشان لما تيجي تطلعيه يفك بسهوله ويبقى سهل في الاستعمال. تعالوا بقى اما نصبع اللي احنا هنعملها النهارده. ما شاء الله هصبعها واقليها زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله تحفه تحفه. عايزه اقول لكم لو احنا في الفطار ما كنتش شلت منها اي حاجه لانها كانت هتتاكل وهي بتتحمر. فعشان احنا صايمين فانا بعمل حبه على القد فلقيتها كتير وشلت منها كيس. تعالوا بقى نقليها في الزيت وشوفوا شكلها تحفه تحفه ما شاء الله اللهم بارك. خطيره. والكيلو اللحمه هيطلع لك حوالي 2 كيلو من الكفته، وريحتها تحفه زي ما مش قادره اقول لكم على الريحه خطيره. تعالي بقى حمري في الزيت كده. جميله جميله. ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب لاول مره يشوف قناتي. بصوا الكفته خطيره وتحفه وجميله. سوري على الوقع ده هنتصرف. اهيت مقرمشه وتحفه، طريه من جوه ولحمتها مظبوطه جدا والرز بتاعها مظبوط. بس التركايه زي ما قلت لك كده، طحني الرز نقعيه كويس وطحنيه في المفرمه بتاعه السكر، مطحنه السكر الاول قبل ما تحطيه. وصحتين وهنا، استودعكم الله.